قبل أن تكمل 10 من عمرها. بدأت الفنانة المصرية الراحلة فاتن حمامة مسيرتها الفنية، وشكلت خلال السنوات التالية علامة بارزة في السينما المصرية والعربية، وحققت نجاحا غير مسبوق للمرأة في عالم الفن إلى أن ألقبت بسيدة للشاشين العربية. ولدت فاتن أحمد حمامة في 7 من مايو 1931، وبدأت رحلة التمثيل في السينما بعمر 9 سنوات حين اشتركت بدور قصير عام 1940 في فيلم يوم سعيد، الذي قام ببطولته المطرب محمد عبد الوهاب، وقد اختارها لهذا الدور المخرج محمد كريم بعد فوزها بجائزة أجمل طفلة في مصر. وأتيح لها أن تعمل مع معظم مخرجي السينما ابتداء من كريم في يوم سعيد، ثم بركات، ويوسف شاهين، وصلاح أبو سيف، وانتهاء بخير بشارة